هو ايه اللي يضيع الدنيا؟ اللي يضيع اي ملة او مذهب ترك الانتماء. الانتماء اساسه الحب. صدق الانتماء هو طوق النجاة حتى نخرج من هذه العثرة التي نعيشها الآن. تناقلت المجلات العلمية هذا الخبر، لكن قبل ذكر الخبر ذكر كاتب الذي ترجم هذه المقالة الكلام الآتي. قال لك: أرسلت اليابان بعثات إلى أوروبا، وأرسل العرب بعثات إلى أوروبا في نفس التوقيت، فتقدمت اليابان ولا زال العرب يركبون ظهر السلحفاة. فما هو السر؟ سرد الحكاية الآتية التي أدلل بها على أن صدق الانتماء طوق النجاة. ذكر أن طالبا اسمه سهير خرج من اليابان إلى ألمانيا ليدرس علم المحركات. يقول أسهير: لو استمعت إلى نصائح أساتذة الألمان لما خرجت بشيء. كان رايح يجيب الدكتوراه في المحركات. يقول: أول ما ذهب الجامعة أعطوه الكتب، كتب نظرية، وما أدخلوه معملا من المعامل. يقول إن أي صناعة الوحدة الأساسية فيها، أي صناعة لها وحدة أساسية اللي هي الموديل. هذا المحرك كيف يعمل؟ لا أدري. ما وحدته الأساسية؟ لا أدري. طبعا طالب حضر دكتوراه على نفقة الدولة له راتب. قبض راتبه في هذا الشهر، ذهب إلى معرض محركات إيطالي، اشترى محرك 2 حصان، استوعب راتبه كله. اشترى المحرك، كان ثقيلا جدا. دخل وحدي السكن، قال: وضعته أمامي على المنضدة وأنا أنظر إليه كأنه تاج من الجوهر، وأقول: لو استطعت أن أفك لغز هذا المحرك لغزونا أوروبا. كان الذي يعنيه منذ خرج محنة اليابان بعد الحرب العالمية ما حصلت، وانكسار الإمبراطورية اليابانية، وتوقيع معاهدة الاستسلام أمام الحلفاء. وكان منظرا لا ينساه أبدا أهل اليابان، هذا الانكسار، توقيع معاهدة أو وثيقة الاستسلام، وبعدين حرمان اليابان من الصناعات العسكرية وإطلاق يدها في الصناعات السلمية. هذا الشاب كان يتجرع آنذاك مرارة الهزيمة. كل الذي كان يعنيه هو مجد اليابان، ما قصد لا دكتوراه ولا قصد أن يصير شيئا في البلد. طبعا لهم أستاذ في البعثة، جاب المحرك، وضع على المنضدة، وقعد يفكر: أفك المحرك ده إزاي؟ أفهمه إزاي؟ نزل خرائط المحركات
درسها دراسة جيدة، بدأ يفك الإطار الخارجي، جسم المحرك من الخارج، وبدأ يرسم كل قطعة يفكها من المحرك ويعطيها رقما عشان يعرف يركبها تاني. فك المحرك كله وركبه كله وشغله اشتغل. قال كاد قلبي أن يتوقف من الفرح. زرقت المسألة دي منه 3 أيام. ذهب إلى أستاذي في البعثة وقال له أن أنا فعلت كذا وكذا. قال له حسنا، في محرك عطلان، إن كنت فعلا اجتهدت وفهمت شوف لي المحرك ده عطلان ليه. خد المحرك فكه فوجد ان فيه تروس متآكلة. بدأ يشتغل يدوي بالمطرقة والمبرد، بدأ يعمل تروس. ركب التروس، شغله، اشتغل. خدت القصة دي منه 10 أيام. نسي ان عنده دكتوراه، نسي المجد الشخصي، نسيه، لان عنده هم كبير اسمه اليابان المهزومة. فأستاذه الذي كان بمثابة الأب الروحي له قال له يجب أن تلتحق بمصانع صهر النحاس والحديد والألومنيوم. التحق بهذه المصانع، وكان يخدم العمال لأنه عايز ياخذ منهم علم. يقول مع أنني من أسرة ساموراي، يعني حاجة كبيرة في اليابان، لكن طالما المسألة تتعلق بمجد اليابان أنزل تحت النعال. تعرفين ظل في المصنع ده كم سنة؟ 8 سنوات شغال في مصانع صهر الحديد والنحاس والألومنيوم. الميكادو رئيس اليابان أو رئيس الطائفة يعني سمع بجد هذا الطالب، بعت له 5000 جنيه استرليني. تعرف عمل بها ايه؟ كان يحلم أن ينشئ مصنعا للمحركات على أرض اليابان. خدش 5000 جنيه اشترى لنفسه حاجة، لأن عنده هم كبير. هذا الهم أنساه همه الخاص. اشترى معدات مصنع ب5000 جنيه استرليني، لكن بقيت مشكلة. أجرة الشحن يجيبها منين؟ انتظر أول الشهر، قبض راتبه وبعض المدخرات عنده ودفع أجرة شحن هذا المصنع. لما نزل على أرض اليابان الميكادو بعت له قال له أريد أن أراك. فقال له أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنعا على أرض اليابان. تعرف قابل الميكادو بعد كم سنة؟ بعد 9 سنوات كاملة يعمل في دأب وصمت مع مجموعة معاه. وبعدين بعد ما 9 سنوات أخذ 10 محركات وذهب إلى الميكادو في قصره. شغلوا المحركات فجاء هديرها عاليا، أصوات محركات. فعندما سمعها الميكادو انحنى تحية وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محرك ياباني خالص. الآن غزونا أوروبا.
أنا بضرب المثل لأمثال هؤلاء. رجل مجد الشخصي ذاب في مجد الأمة،